سلام عليكم. بعد طول انتظار 4 أعوام ها نحن نعيش اللحظة وهنعرف مين بطل كأس العالم. منتخبين فقط لا ثالث لهم سيتوج بكأس العالم مونديال قطر 2022. إما الأرجنتين التي تملك في جعبتها لقبين كأس العالم مونديال 78 و86 والباحثة عن اللقب الثالث لها أمام المنتخب الفرنسي والذي أيضا يحمل في جعبته لقبي كأس عالم مونديال 98 ومونديال 2018 والباحثة أيضا عن اللقب الثالث له. فأحد هذين المنتخبين يحقق لقبه الثالث ويقترب من ألمانيا وإيطاليا الذين يملكون 4 مونديال عالم والبعيدين كل البعد عن تحقيق لقبهم الخامس في الوقت الحالي، بينما يتربع المنتخب البرازيلي على عرش كأس العالم ب5 ألقاب. بينما في مباراة الثالث والرابع فيواجه المنتخب الكرواتي المنتخب المغربي بعد فوز الأرجنتين على كرواتيا 3-0 وللأسف فوز فرنسا على المغرب 2-0. فبينما كان جالس وليد الرجراجي مع كاتب التاريخ في فندق إقامة المنتخب المغربي بيسطروا أجمل سطور تاريخ كأس العالم، فكان آخر سطر: شرفتونا، شرفتوا كل العرب، شرفتوا كل المسلمين. ونفكنا بقى من لغة الضاد ونتكلم شوية بالعامية. أهلا بيكم، معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة. فما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. وما تنساش تتابع حساباتي على السوشيال ميديا، هسيب لك اللينكات تحت في الوصف، وهقسم لك الفيديو علشان لو عايز تروح لجزء معين تروح له على طول. وما تنساش تتفرج على الفيديو لحد الآخر علشان تقيم الفيديو والمحتوى تقييم عادل. بس كده، يلا بينا نبدأ. في دور نص النهائي كان في مباراتين، مباراة كرواتيا والأرجنتين ومباراة فرنسا والمغرب. وأول مباراة هنتكلم عليها هي مباراة كرواتيا والأرجنتين واللي انتهت بتأهل المنتخب الأرجنتيني بعد الفوز 3-0 ليقابل في النهائي المنتخب الفرنسي. المباراة بدأت باستحواذ المنتخب الكرواتي على الكرة وعلى مجريات اللعب من بداية المباراة حتى تسجيل ميسي الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني واللي كان من ضربة جزاء. وعكس المتوقع المنتخب الكرواتي كان مستحوذ على مجريات اللعب ولكنه كان استحواذ سلبي. فلك أن تتخيل أن المنتخب الكرواتي سدد 12 تسديدة في المباراة كلها، منهم 2 بس على مرمى إيميليانو مارتينيز. فالحقيقة الشوطين دولت ما كانوش بيمثلوا خطورة على مرمى إيميليانو مارتينيز. فإيميليانو مارتينيز الشوطين اللي جم عليه من فاولات وكانوا كور ضعيفة، وكان سهل ان هو يتعامل معاهم كمان. بس الحقيقه المنتخب الكرواتي عنده امير اسمه لوكا مودريتش، اللاعب اللي انت بتلاقيه في كل مكان في الملعب. لو المنتخب الكرواتي بيدافع فهتلاقيه اول واحد بيدافع، وطبعا هتلاقي اسمه اكتر اسم بيتقال من المعلق من المنتخب الكرواتي كله. فلوكا مودريتش تاني اكتر لاعب لمس الكرة في المنتخب الكرواتي، وكمان كان تاني اكتر لاعب خلق فرص في المنتخب الكرواتي. واللاعب الاول في الرقمين اللي انا قلتهم لك دولت هو كوفازيتش. والحقيقه كوفازيتش هو تاني اكتر لاعب في المنتخب الكرواتي انا شفته قدم اداء مميز في البطوله، وده طبعا بعد لوكا مودريتش زي ما احنا ما قلنا. وكمان المنتخب الكرواتي بعد الدقيقه 70 نزل المعدل البدني بشكل كبير قوي، ودوت اللي خلى المنتخب الكرواتي بعد تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الارجنتيني ان هو يستسلم للمباراه. والحقيقه ديت هتبقى ميزه للمنتخب المغربي في مباراه الثالث والرابع. والحقيقه المنتخب الكرواتي هيخسر كتير بعد اعتزال الامير لوكا مودريتش. اما المنتخب الارجنتيني فهو لعب بذكاء بحيث ان هو ما يخسرش اي لاعب من لعيبته في مباراه النهائي. فالحقيقه مدرب المنتخب الارجنتيني قال ايه هي اهم ميزه عند لعيبه المنتخب الكرواتي، فكانت الاجابه الخروج الصحيح بالكره تحت ضغط عالي من الخصم، ودوت اللي احنا شفناه في مباراه البرازيل في دور ربع النهائي. فقال للعيبته انا لما هخسر الكره مش هضغط عالي، انا هرجع لورا نص ملعبي واسيب لهم الكره، وهعتمد على الهجمات المرتده السريعه والكرات الطويله لجوليان الفاريز السريع، وان هو قفل الملعب دفاعيا بطريقه ال4-4-2، وان هو ساب جوليان الفاريز هو اللي يجري بسرعته، وليونيل ميسي طبعا لا غنى عنه. والحقيقه الاعتماد على الكرات الطويله كان من اللاعب فرنانديز في خط وسط منتخب الارجنتين، واللي هو نجح فيها بنسبه كبيره قوي. والحقيقه اللاعب اللي بيلعب في الدوري البرتغالي دوت هيكون عليه خناقه من كبار اوروبا علشان ياخدوه. والحقيقه المنتخب الارجنتيني استغل الطريقه ديت سواء بتسجيل الهدف الاول للمنتخب الارجنتيني واللي كان عن طريق ليونيل ميسي واللي كان من ضربه جزاء. بس لو احنا رجعنا قبل ضربه الجزاء فهتلاقي كره طويله اتلعبت لجوليان الفاريز اللي انفرد بالحارس واللي خد ضربه جزاء واللي سجلها ليونيل ميسي، او حتى في الهدف الثاني واللي سجله جوليان الفاريز واللي كان من هجمه مرتده بعد ما اصر المنتخب الكرواتي ان هو يسجل الهدف الثاني. ففي 3 لعيبه من المنتخب الكرواتي عملوا له 3 اسيست في الهجمه دي بس، وفي الاخر جوليان الفاريز سجل الهدف الثاني.
ونروح لتاني مباراة واللي كان بيواجه فيها المنتخب الفرنسي المنتخب المغربي، واللي للأسف انتهت بتأهل المنتخب الفرنسي بعد الفوز 2-0. والحقيقة الواحد عايز يتكلم شوية عن المنتخب المغربي قبل تحليل المباراة. فالحقيقة اللي عمله المنتخب المغربي دوت هو شيء مشرف لكل عربي ومسلم. فاللي عمله المنتخب المغربي دوت هو إنجاز، وما عجز عنه في الوصول للمباراة النهائية هو كان الإعجاز ذات نفسه. فبغض النظر عن نتيجة الماتش، الأداء اللي قدمه المنتخب المغربي دوت رغم التعب والإرهاق والإصابات هو أداء رجولي ومشرف. وكمان الهدفين اللي دخلوا في مرمى ياسين بونو هم كانوا من أخطاء فردية، مع إن الخطأ اللي في الهدف الأول هو نفس الخطأ اللي في الهدف الثاني. فما زال المنتخب المغربي قادر إن هو يقدم إنجاز آخر ويفوز على كرواتيا في مباراة تحديد المركز الثالث. فلك أن تتخيل إن إحنا وصلنا في وقت من المباراة إن المنتخب الفرنسي بيبدل تبديلات دفاعية علشان خايف من المنتخب المغربي، وإن رجال المنتخب المغربي بعد المباراة لما عيطوا ان هم كان هدفهم ان هم يوصلوا للنهائي ويكسبوا كاس العالم كمان. فدوت شيء مشرف لكل العرب زي ما احنا ما قلنا. بس كده خلينا بقى ندخل في الجانب الفني. والحقيقه انا عايز ابدا كلامي من عند وليد الركراجي المدير الفني للمنتخب المغربي. بس اي انتقاد انا اقوله دلوقتي مش تقليلا لانجاز المنتخب المغربي، ولكن هو من باب المحبه والحزن على عدم الصعود للمباراه النهائيه. فالحقيقه وليد الركراجي غلط ان هو غير طريقه اللعب قبل مباراه فرنسا على طول، حتى لو هو كان غير طريقه اللعب بسبب الاصابات. فالبطولات المجمعه ديت بتبقى محتاجه ترابط ووحده بين اللعيبه وبعضهم. فلو انت عندك استقرار في طريقه اللعب وحققت بيها نتائج ايجابيه، المفروض تكمل عليها وما تغيرهاش، علشان لو انت غيرتها اللعيبه هتفقد ثقتها في نفسها. وللاسف دوت اللي عمله وليد الركراجي، وان هو غير طريقه اللعب من ال4-3-3 اللي ابتدى بيها البطوله في المباراه ديت بالذات لطريقه لعب 5-2-3. فلما انت بتلعب ب5 دفاع بتيجي يا اما على مصلحه الهجوم يا اما على مصلحه خط الوسط، وللاسف وليد الركراجي جه على مصلحه خط الوسط. فبقى في نص ملعب المنتخب المغربي 2 لعيبه بس مقابل 3 لعيبه من المنتخب الفرنسي. فاصبح خط الوسط فيه تفوق عددي لصالح المنتخب الفرنسي، واللي دوت استفاد منه سواء بالضغط او في بناء اللعب حتى. والحقيقه الوسط المدافع الوحيد في المنتخب المغربي واللي هو سفيان مرابط، انا كنت قلت عليه ان هو لازم ياخد باله من انطوان جريزمان، واللي هو محور اداء المنتخب الفرنسي. والحقيقه سفيان مرابط ما كانش في احسن احواله البدنيه في المباراه ديت بالتحديد. فلك ان تتخيل ان انطوان جريزمان في لقطه الهدف الاول واللي هو كان هدف مبكر هرب ناحيه اليمين ومحدش خد باله، بعديها استلم الكره ومفيش حد راح يضغط عليه، وبعديها لف وبص ولعب الكره العرضيه واللي جه منها الهدف الاول للمنتخب الفرنسي. وهنا كان في خطأين من المنتخب المغربي. الخطأ الاول ان هم سابوا جريزمان اصلا ان هو يستلم الكره ويلف ويلعب الكره العرضيه، والخطأ الثاني ان اللاعب اللي هيحط رجليه علشان يمنع التسديده يا يحط رجليه ويمنعها صح يا اما ما يحطهاش خالص، واللي هي كانت تسديده ضعيفه كان هيتعامل معاها ياسين بونو بكل اريحيه، علشان الكره زي ما احنا ما قلنا تخبط في رجل مدافع المنتخب المغربي وتيجي لتيو هرنانديز على طبق من ذهب في الجون الفاضي ويسجل منها الهدف الاول للمنتخب الفرنسي، واللي اربك حسابات وليد الركراجي، واللي ما كانش هدفه الاساسي ان هو ينزل زي ما نزل في مباراه اسبانيا ومباراه البرتغال ان هو ينزل يكسب. فهو كان هدفه ان هو ينزل يتعادل، واللي بيتعادل بيخسر للاسف. والحقيقه في خطأ كمان وهو الدفع برومان سايس من البدايه وهو مصاب. فلو هو كان مصاب وقال ان انا قادر العب فالخطأ دوت اللي يشيله رومان سايس ذات نفسه. اما لو الجهاز الطبي قال ان هو مصاب ومش قادر يلعب واللاعب قال انا مش قادر العب ووليد الركراجي هو اللي دفع بيه، فديت تبقى مصيبه اكبر. بس الحمد لله واحنا بنحمد ربنا عن الحلو والوحش. بس اللي انا اقدر اقوله ان مفيش اي فرد في بعثه المنتخب المغربي واللي سافرت قطر ما قدمش حاجه للمنتخب المغربي كان يقدر يقدمها. اما المنتخب الفرنسي فاللي عمله هو نفس اللي عمله المنتخب الارجنتيني، وان هما الاثنين ما كانوش عايزين يخسروا اي لاعب من لاعبتهم في مباراه النهائي. فالمنتخب الفرنسي اللي سدد 3 كور على المرمى سجل منهم 3 اهداف، اما المنتخب المغربي فهو سدد نفس عدد التسديدات بس للاسف مسجلش منهم ولا هدف. ونروح لنقطه التحكيم، وان كان في شك في ضربتين جزاء للمنتخب المغربي واللي كانوا في الشوط الاول والنتيجه 1-0 بس. فانا هقول رايي بمنتهى الشفافيه. فالشك في ضربه الجزاء الاولى اللي هي كانت لصالح اللاعب سفيان بوفال، فالحقيقه انا مش شايفها ضربه جزاء لان تيو هرنانديز لمس الكوره، وما دام المدافع لمس الكوره فهي ما تبقاش ضربه جزاء حتى لو المدافع اندفع وخبط في المهاجم او لو المهاجم اندفع وخبط في المدافع. وكان المفروض الحكم هنا يوقف اللعب لو هو شاكك في وجود اصابه خطيره لتيو هرنانديز، او حتى ان هو يصفر خطا على سفيان بوفال بس ما يدلوش كارت اصفر. اما في ضربه الجزاء الثانيه واللي كانت من كورنر وكان فيها شد من لعيبه المنتخب الارجنتيني للاعيبه المنتخب المغربي، فانا شايف ان هي ضربه جزاء زي ما هي ما اتحسبت للمنتخب الارجنتيني في مباراه المنتخب السعودي، فكانت ممكن تتحسب وتتسجل وتبقى النتيجه 1-1، ودوت في ظل ان المنتخب المغربي كان اقرب للتسجيل في الشوط الثاني، والحاجه الوحيده اللي عطلتهم ان هي ما كانتش ماشيه معاهم بس. وبكده نكون خلصنا كلامنا عن مباراتين دور نص النهائي، وندخل بقى في مباراه تحديد المركز الثالث.
ودلوقتي نروح لمباراة الثالث والرابع واللي واجه فيها المنتخب الكرواتي المنتخب المغربي، واللي انتهت بحصول المنتخب الكرواتي على برونزية كأس العالم بعد الفوز 2-1. والحقيقة الجزء اللي فات دوت كان متصور قبل كده، بس انا اتأخرت في المونتاج وقلت استنى مباراة المغرب وكرواتيا واضمهم هما الاثنين في نفس الفيديو، فخلينا نتكلم شوية عن مباراة المغرب وكرواتيا. فالحقيقة المباراة ديت كان فيها اخطاء كتيرة من المنتخب المغربي، ومن ضمن الاخطاء ديت الخطأ اللي حصل في الهدف الاول للمنتخب الكرواتي، واللي كان فيه سوء تمركز من اشرف داري وان هو معرفش يغطي التسلل، وكمان سفيان مرابط اللي المان بتاعه هرب منه وسجل الهدف الاول. وكمان اكبر نقطه سلبيه في المنتخب المغربي في المباراه ديت بالتحديد ان هو كان بيفقد الكره كتير قدام ال 18 بتاعه، واللي كان عن طريق الميس باص، واللي ده ظهر في الهدف الثاني للمنتخب الكرواتي. اما النقطه الايجابيه في المنتخب المغربي ان هو تماسك بعد ما استقبل الهدف الاول من المنتخب الكرواتي، واللي هو كان هدف مبكر زي هدف فرنسا الاول برضه، وسجل هدف التعادل عن طريق اشرف داري، واللي كان غلط في هدف كرواتيا الاول قبلها بدقيقتين. فبالطريقه ديت المنتخب المغربي اثبت ان هو كان قادر ان هو يعود في مباراه فرنسا. وكمان المنتخب المغربي كان قادر ان هو يسجل هدف التعادل في اخر لحظات المباراه بعد عرضيه من يحيى عطيه الله على راس يوسف النصيري، ولكن الكره طلعت فوق العرض. والحقيقه انا شايف ان المنتخب الكرواتي قدم افضل مباراه ليه في كاس العالم في ال7 مباريات اللي لعب. وكل اللي انا اقوله لرجال المنتخب المغربي هارد لك وشرفتونا، وتحقيق المركز الرابع دوت انجاز لكل المنتخبات العربيه والافريقيه، وان شاء الله دوت يكون حماس للمنتخبات العربيه ونشوف منتخب او اتنين في المربع الذهبي في مونديال 2026. بس كده هو دوت الكلام اللي عندي عن مباراه المغرب وكرواتيا، ونرجع بقى للفيديو الاساسي ونروح بقى لما قبل معركة النهائي، واللي هيواجه فيها المنتخب الأرجنتيني المنتخب الفرنسي، واللي هي الحقيقة صعب التوقع فيها مين اللي هيكسب كاس العالم. بس اللي أنا أعرفه إن هو واحد من اتنين اللي هيرفع كاس العالم، إما ميسي أو مبابي. فلو ميسي توج بكأس العالم سيتوج رسميا ملكا على الأرجنتين، بعدما أن ظل طوال تاريخه أميرا للملك مارادونا. أو إن مبابي يتوج بكأس العالم ويعادل تاريخ الأرجنتين، ويصبح لكل منهما لقبي كأس عالم. فالحقيقة لو كان الحكومة كريم بنزيما هيشارك في مباراة النهائي، فأنا كنت هتوقع فوز المنتخب الفرنسي بكأس العالم، وكمان كنت هشجع المنتخب الفرنسي. بس ما دام بنزيما مش هيلعب، فأنا أتمنى فوز المنتخب الأرجنتيني بكأس العالم، وميسي يتوج كملك ثاني على عرش كرة القدم الأرجنتينية. وقبل الختام عندي حاجتين عايز أقولهم. الحاجة الأولى إن أنا بحب أهنئ جمهور النادي الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه والثالثة على التوالي، وإن هو بالمشاركة ديت هيبقى أكتر نادي شارك في كأس العالم للأندية في تاريخ كأس العالم للأندية. والحاجة الثانية إن أنا بحب أشكر دولة قطر على التنظيم الرائع ده، وإن هو قرب شعوب الدول العربية من بعضها، وأنا أتوقع إن قطر هتبهرنا في حفلة نهائي كأس العالم. ختاما كان معاكم محمد مجدي من قناة اللمسة الأخيرة. ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس لو الفيديو عجبك، وما تنساش تتابع حساباتي على السوشيال ميديا، هسيب لك اللينكات تحت في الوصف. واحب اشكرك لو انت وصلت معايا في الفيديو لحد دلوقتي، وانتظروني في حلقة بعد المباراة النهائية. بس كده، سلام.